تطبيق اي جي لونز، لو مني بتستفيد خليك لقناتي مفيد واشترك وهيوصلك مني كل جديد. تطبيقات القروض يا جماعة انا للأسف ما بعملهاش لينك في الديسكريبشن، لان انا بعتبر ان تطبيقات القروض دي كلها ضرر للمستخدمين، سرقة بيانات، سرقة فلوس، ربا، فكل ده ضرر للمستخدمين. فاي حد بيسألني بالذات على لينك التطبيق بعد ما بشرحه، وانا عارف ان التطبيق بيقعد شهر واتنين وبيتلغي من الوجود من على الجوجل بلاي بسبب البلاغات والروبورتات اللي بتنزل على التطبيق، فللاسف اعذروني ان انا ما بسيبش لينك التطبيق، لان انا مش عايز اضركم. انا عارف ان التطبيقات دي كلها ضرر ليكم. نبدا في التطبيق. تطبيق ايجي لون تطبيق للقروض الشخصيه، بيسلفك لحد 8000 جنيه. تقدر لو انت عايز تاخد سلفه تقدر تحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب في التطبيق، ثم بعد ذلك هيطلب منك صورة سيلفي وصورة البطاقة ورقم موبايل عشان يديك يبعت لك عليه الاو تو بي، وبعد ما يبعت لك الاو تو بي يطلب منك طلب السماح بالدخول على جهات الاتصال، ثم الصور والفيديوهات، وبيديك من 5000 لحد 8000 جنيه. اي حد يقدر يقدم على طلب، يقدر يطلب قرض، واي حد ممكن تسرق بياناته بمنتهى السهوله. وبعد ما بياخد منك كل البيانات اللي هو عايزها منك، بيقول لك معلش حدك الائتماني لا يسمح، او يقول لك انا هديك 300 جنيه وهتسدهم لي 480 جنيه. وكلنا عارفين الفايده 33% من قيمه الفلوس اللي بيديها لك، والمده ما بتعداش عن اسبوع. وللاسف الشديد بعد ما بيدي الناس اسبوع ما يرضوش يدفعوا، يتصل بجهات الاتصال بتاعتهم ويقول لهم ان انتوا كنتوا ضامنين، وهو حط اسمائكم كضمان ليه في القرض اللي هو طلبه. تلاقي بقى عمك بيتصل بيك، حماك بيتصل بيك، مديرك بيتصل بيك، يقول لك انت ازاي تحط اسمي، ويقولوا لي يكلموني في التليفون ويقولوا لي احنا هنرفع دعوة وانت اسمك موجود معانا وانت، وتلاقي عملك شوشرة كبيرة جدا على ال 300 جنيه اللي هم 480 جنيه. ده غير البيانات والصور والفيديوهات اللي سرقها من تليفونك عشان يبيعها بره. لو كنتش تعرفوا كل الكلام ده اديني بقول لكم. عشان كده انا ما بسيبش اي لينك لاي تطبيق من تطبيقات القروض الشخصيه في الديسكريبشن. لو ما كنتش تعرف تطبيق حذر غيرك من تطبيقات القروض الشخصيه في مصر. ايجي لون، شهر واتنين ومش هتلاقيه على جوجل بلاي، هتلاقي اسم جديد من نفس الشركه عشان تسرقك برضه، وانت برضه اللي هتقدم في التطبيق تاني وهتتسرق تاني. شير ولايك وسبسكرايب، وثانيا تطبيق جديد في قناتكم مراجع برامج.